بقول لك يا حاج، في ناس بتقول عن السمك ده ان هو مسمم. لا ده دوكا القراص، ده يشبه ليه بالظبط. بصي صوريني بيه كده. ده يشبه للقراص. سيبني انا الشكل. افهمك. ممنوع القراص يجي هنا بتاتا بصي خليكي معايا انا. عشان في 5 سنين سجن و50,000 جنيه انما غرامه. دي مش مسممه. ده ما فيهوش سم خالص. دوكا ليه؟ بص ممنوع حضرتك، القراص يجي هنا. القراد اسمه قراد ليه؟ لان المخلب بتاعه بيبقى جزء عظم، ما فيهوش سنان. ليه سنان؟ دي بتاكل زي اي سمكه، فدي ما فيش منها ضرر نهائي. يعني دي مش مسممه. ودي معروفه عند السوايسه ان دي سمكه اصلا فرخه بتتاكل، بتسلخ وتتاكل مقليه صينيه، واخد بالك كده يعني، لكن هي سمكه مش مضره. كيلو وزيادة اهو. ايوه يا باشا. نعم يا كابتن. يا كابتن اجدع اكل موسى ده. لا 170 و80 هو لسه قدام 40 على 40 يلا. أربعة إيه؟ روح هات من غيري يا عم عشان مش مرار. عايز نفهم مع بعض. ده هو مش هيجي كيلو على بعض أو كيلو وربع. كل هات بتاع. خليك مع الراجل هنا. مش كده يا عم. لا ما تنزلهمش كلهم، عشان هيبيعهم كلهم، ما خلاص هو. لا انا مش عايز يا عم خدهم 40 كيلو سمك. حاطين 8 كيلو سمك. دي انت هتاكلهم هتلاقيهم ده جد. دول كيلو الا ربع حسبتهم كيلو ونص. اه كيلو الا ربع حسب السمكه صغيره حسبت لها كيلو ونص. الله ربي. اهم حاجه تبقى انت راجل يا عم بألف أنا وشفا. عفوا يا عم. عاوز يا عم معلش يا عم. براحتك يا عم. السلام عليكم. ازيك يا حاج، عامل ايه؟ قول لنا الانواع اللي موجوده عندك والاسعار النهارده. الأسعار النهارده حلوة. النهارده الرقة ده ببيعه 25. اسمه سمك رقد اللي هو زي الصغير. الحار. زي الحار. طعمه يشبه الحارد. 25 جنيه. زي ما انتم شايفين كده شكله. طب ده ايه ده، بيتسلخ ده ولا بيتعمل ازاي؟ ده بيتقلي زي ما هو وممكن يتفتح بطنه كده. ينضف البطن ويتقلي. والراس زي الحار بالظبط. على كده بس وهناك ابراهيم. وايه تاني عندنا؟ في الصندوق ده. سمك الصندوق. بكام الصندوق؟ الصندوق ببيعه ب50. سبحان الله، هي سمكه ناشفه والديل بس هو كانها جوه خبر او لا ما بيجيش بالسنار، بيجي مراكب جر. تمام. سمكه حلوه يعني، اللي يعرفها بياكلها حلوه يعني. فصين لحم ابيض في الجوانب. دي بتتشوي ولا ايه؟ تتشوي وممكن تتجمع وتتقلي، يعني تجمع اللحم كله ويتقلي كده طب ازاي هنخرجها من الصندوق دي؟ تسويها نص ساعة على البوتاجاز.
لازم تتسلق عشان نص تبقى ساعة وتيجي مفصصة القش تنزليها من على البوتاجاز اه من المية وتجيب مفصصة القش دي وتيجي عليها تمام بيزاكل ماشي بالظبط. تمام. وده ايه ده؟ ده الرقة رق الكبير. كبير. ده رق كبير. ده رق كبير ده. هات وش السمك، هات وش السمك. بكام؟ ده هو ده يبقى هو ده صغير وده امسك كبير. لنا واحدة صغيرة كده يا حاج. دي ب 25 قلنا، ورينا وشها. زي ورينا بالظبط. وشها. ودي بكام الكبيرة؟ الكبير بنبيعه كيلو ونص ب 100 ب 60 ب 50. الواحدة تعمل قد ايه على يعني؟ حسب السوق. الواحدة تعمل نص كيلو. تمام. معانا ايه تاني؟ في فراخ اهي. سمكة الفراخ؟ ده غير سمكة الديك. ده غير سمكة الديك. دي شوربة وعلية وصينية. شبه قوي الرقد اللي في ايدك. فيها شبه كبير قوي منها. ايوه. نفس الطعم؟ نفس بس ده اطعم شوية. ده احلى؟ عايز كتلة لحم، يعني هي فيها لحم كويس يعني. دي عايزة اللي يعرفها يعملها شوربة، يعملها صينية، تمشي طواجن كده يعني. بكام الكيلو فيها؟ الكيلو فيها. نعم. بكام الكيلو؟ الكيلو ب 50 ببيعه ب 40 و35 و30. ربنا يوسع عليك يا حاج. شكرا جدا. شكرا. انت طيب يا حاج. شكرا. كل سنة طيبة. كل سنة طيبة. بس بقول لك يا حاج، في ناس بتقول عن السمك ده ان هو مسمم. لا، ده دوكا القراص. ده يشبه دي بالظبط. بصي صوريني بيه كده. ده يشبه للقراص. الشكل. ممنوع القراص يجي هنا بتاتا. بصي خليكي معايا انا، عشان في 5 سنين سجن و50,000 جنيه لما غرامة. دي مش مسممة. ده ما فيهوش سم خالص. دوكا ممنوع القراص يجي هنا. القراد اسمه قراد ليه؟ لان المخلب بتاعه بيبقى جزء عظم، ما فيهوش سنان. دي سنان، دي بتاكل زي اي سمكه، فدي ما فيش منها ضرر نهائي. يعني دي مش مسممة. ودي معروفه عند السوايسه ان دي سمكه اصلا فرخه بتتاكل، بتسلخ وتتاكل مقليه صينيه، واخد بالك كده يعني، لكن هي سمكه مش مضره. تمام. انا اسمي الحاج محمد شحاته، متخصص تحنيط اسماك. كل انواع الاسماك بحنطها، سواء قروش او اي اسماك، فروخ التوين كبيره او صغيره، او اسماك زينه متوسطه. وبشتغل على حسب ما بيطلب مني في الجامعات. وانا نفذت جامعه اسيوط في القاهره، جامعه اسيوط في اسيوط الازهر متحف، واسست في الجامعه العموميه متحف، واسست في جامعه الازهر في القاهره متحف. وكنت بشتغل، انا ابن السويس بس عايش في القاهره في 6 اكتوبر. كنت بشترك للسويس بمثلها في المعارض، وكنت بجيب جوائز للسويس. وانا المتخصص في تحنيط الاسماك على مستوى جمهوريه مصر. تحنيط الاسماك بقى الانواع كلها بتتحنط بنفس الطريقه ولا كل نوع ليه طريقه؟ لا، كل نوع ليه طريقه على حسب جلد السمكه بتاعته. القرش بيختلف عن اي اسماك جلود ضعيفه. لكن وزاره البيئه في الغردقه جابوا لي عروسه بحر وزنها طن طولها 4 متر، انا اضطهدهم لان هم حاولوا مع كل الجهات اللي تختص في التحنيط او في العلوم، قالوا ما حدش يقدر يحنطها. خدت وقت قد ايه دي في التحنيط؟ خدت لي فيها اسبوع شغل متواصل. انا رحت سلختها عندهم في الغردقه، جبتها هنا القاهره قوالب عربيه وحنطتها وسلمتها لهم تاني، حطوها في متحف عندهم في الغردقه. جميل. فانا امنيتي للسويس، يا رب محافظ الصوت يكون سامعني، ان انا اعمل للسويس متحف قبل ما اموت. السويس الوحيده اللي ما فيهاش متحف احياء غير متحف الحكومه. الدرافيل اللي موجوده هناك انا وابني محنطينهم، اللي موجوده في متحف احياء السويس. بس انا عملي نعمل متحف خاص بالمحافظه، خاص بالاهالي، لان هخش فيه بقوتي بحاجات كبيره وحاجات نادره. لان احنا عندنا اكبر اسطول سمك في السويس، بيجيب اسماك من الجر من البحر الاحمر، بيجيب نوادر كتير. والسمكه طالما اتجرجرت في قلب الشبك بتموت. فهو لو خد السمكتين بتوعه اللي الناس هتاكلهم بيرمي بيت السمك الميه ميت. لكن احنا ممكن نستفاد، ناخد الحاجات دي بموافقه المسؤولين ونحنطها للمتحف. ان شاء الله، ونتمنى صوتك يوصل. مجهودكم معانا يعني. ماشي. كل سنه وانتم طيبين. عجبك الفيديو؟ ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.